السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا البيض للمرأة المطلقة في المنام. إذا رأت المطلقة أنها تجمع البيض فهذا يدل على سعيها وراء الرزق ونجاحها في جمع المال أو تحقيق أهدافها. رؤية البيض الني قد يشير إلى الاستعجال في الأمور أو عدم اكتمال بعض الخطط، قد تكون دعوة للمطلقة للتفكير ماليا قبل اتخاذ القرارات المهمة. البيض الفاسد أو المكسور، إذا رأت المطلقة بيضا فاسدا أو مكسورا فدلالاته سلبية تدل على خسارة مادية أو مشاكل وصعوبات قد تواجهها في الفترة القادمة أو فشل في علاقة جديدة قد تدخلها. أكل البيض المطبوخ يشير إلى الخير والمنفعة والرزق الطيب الحلال الذي ستحصل عليه بعد جهد أو تعب أو بعد انتظار. أما أكل البيض الني يشير إلى الحصول على مال بطريقة غير مشروعة أو التعرض لبعض المشاكل الصحية أو الدخول في جدال وخلافات. البيض الصغير قد يرمز إلى رزق قليل ولكنه مبارك أو بدايات بسيطة لمشاريع أو علاقات ستنمو وتكبر مع الوقت. أما البيض الكبير بيرمز إلى رزق وفير وخير كثير أو تحقيق أهداف كبيرة وطموحات عالية. البيض الأبيض النقي يدل على النقاء والطهارة وقد يشير إلى زواج قريب من شخص صالح وطيب أو بداية جديدة مليئة بالسلام الداخلي والراحة النفسية. رؤيا صفار البيض للمطلقة، غالبا ما يرمز صفار البيض إلى المال والرزق الوفير الذي سيأتيها بعد فترة من التحديات، وقد يكون هذا الرزق مفاجئا أو يأتي من مصادر غير متوقعة ويدل على البركة في حياتها وإشارة إلى تحقيق أمنية أو هدف كانت تسعى إليه. أما البيض المسلوق في المنام يرمز عادة إلى الرزق الحلال الذي يأتي بسهولة ويسر دون عناء كبير، وإشارة إلى أن فترة الصعوبات التي مرت بها قد انتهت وأن الأمور ستصبح أسهل وأيسر في حياتها. أما البيض المقلي يرمز غالبا إلى الرزق السريع أو تحقيق مكاسب مادية بطريقة سريعة ومنجزة، ربما من مشروع أو فرصة عمل جديدة، وقد يدل هذا الرزق أنه سيأتي نتيجة لجهد مبذول أو عمل قامت به ولكنه سيؤتي ثماره بسرعة. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.